حضرتك بعت طلب صداقة على الفيسبوك لشخص انت تعرفه، والطلب الصداقة ده بعته بقالك اسبوع، بقالك شهر، بقالك شهرين، ولحد الان الشخص ده ما قبلش طلب الصداقة، ولحد الان طلب الصداقة ده متعلق على الفيسبوك. تمام. فبقى شكلها وحش قوي اما انا اعرفك او انت تعرفني وابعت لك طلب صداقه ويتاخر عندك اسبوع وشهر وشهرين. رغم ذلك اول ما ببعت طلب الصداقه بيجي لك اشعار ان في حد بعت طلب صداقه، فحضرتك بتدخل تشوفه. لو انت حابب تقبله هتقبله، لو انت مش حابب مش هتقبله. هو الشخص بالفعل عمل معاك كده، انت بعت له طلب الصداقه، عدى عليه اسبوع وشهر وشهرين، تمام، وهو دايما باستمرار فاتح الفيسبوك، يعني شاف طلب الصداقه بتاعك ولحد الان ما قبلش طلب الصداقه اللي انت ارسلته له. تمام. طيب الطريقه دلوقتي ازاي بقى اقدر اعمل الغاء لطلب الصداقه، يعني اعمل ازاله طلب الصداقه اللي انا بعته له، يعني الغي طلب الصداقه، يعني تمام، عشان يظهر عنده اللي انا ما بعتلوش اي طلب خالص، تمام، او يختفي من عنده. كل اللي عليك عشان تعمل الغاء لطلب الصداقه اللي انت ارسلته للشخص، اول حاجه هتبدأ تضغط على الفيسبوك، وبعد كده هتختار طلبات الصداقة، هتظهر معاك بالشكل ده. هتبدأ تعمل عرض الكل. عرض الكل بيبدأ يجيب لك كل طلبات الصداقة اللي هي بعتالك طلب صداقة. انت طبعا لو ضغطت تأكيد هتبدأ تقبل الشخص اللي هو بعت لك. يعني دي كلها طلبات صداقة انا ما قبلتهاش عشان انا ما اعرفش الناس ديت، فانا مش هقبلها طبعا، فخليها متعلقه. تمام. انت بالنسبه لك بقى لو بعت لشخص يعرفك وتعرفه وما قبلش طلب الصداقه، هتبدا بقى عشان تزيل طلب الصداقه اللي انت ارسلته له هتضغط على الثلاث نقاط كده. بعد كده هنا بيقول لك عرض الطلبات المرسله، هتبدا تفتحها، عفوا، هتبدا تضغط عليها، هيبدا يظهر كل الطلبات اللي انت ارسلتها. تمام. طبعا انا باعت طلب صداقه لشخص واحد، انا باعت طلب صداقه لشخص واحد. تمام. انت بقى لو باعت طلب صداقه لخمسه، لسته، لعشرين، لمية، لألف شخص، فبالتالي الألف شخص هتلاقيهم موجودين عندك هنا. انا بالنسبه لي عشان بعت لواحد بس ولحد دلوقتي باقي له 19 ساعه ما قبلش طلب الصداقه، فانا هدخل اعمل له الغاء. تمام كده انا لغيت طلب الصداقه من عنده. يعني كده لو هيجي له اشعار ان انا بعت له طلب صداقه، هيبدا يضغط على الاشعار، هيلاقي تم الغاء طلب الصداقه، او هيقول له اضافه كصديق. تمام. بس كده دي الطريقه اللي تخليك تعمل ازاله طلبات الصداقه المتعلقه اللي انت ارسلتها لاشخاص. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.